ربنا بيقول في سورة الحج: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. بعد بناء الكعبة ربنا قال لسيدنا إبراهيم: أذن والناس هيجولك من كل مكان، سواء ماشيين على رجليهم أو راكبين دواب عشان يحجوا. فسيدنا إبراهيم سأل ربنا: إزاي صوتي هيوصل للناس وهي بعيدة؟ ربنا قال له: عليك الأذان وعلينا البلاغ. وده منهج الدنيا اللي معظمنا بيغفل عنه. انت مش مطالب غير انك تتحرك. ايوه، هوصل ازاي؟ مالكش دعوه، انت بتعمل اللي عليك وبس. الباقي بقى بتاع ربنا، الباقي بقى بتاع ربنا، بيحركه بطريقته وبشكل او باخر هيساعدك. وهتلاقي نفسك بتقول: انا مش مصدق انا وصلت للي وصلت له ده ازاي. سيدنا ابراهيم بالمنطق كان صح، انا هأذن ومهما كان صوتي عالي محدش هيسمعني، ده صحراء. لكن اليقين هو اللي خلاه شاف بعينه ان مش كل حاجه بتتاخد بحسابات البشر. باختصار، عليك السعي وعليه فتح الابواب. ربنا يفتحها في وشكم.